ليس القمر جميلا. وهناك عائلة ثالثة وهي عائلة ظن. هذه العائلة نوعا ما شكاكة، فمن أبرز أفرادها ظن وحسب، وكذلك من أفرادها علم، رأى، وجد. هذه لا تترك قريبا ولا بعيدا إلا نصبته. القمر جميل، ظننت القمر جميلا، رأيت القمر جميلا، حسبت القمر جميلا، وجدت القمر جميلا، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. ترى هذه التي أخذناها حتى الآن في دقائق معدودة، إذا راعيتها ضبطت كثيرا من كلامك. وهناك أمر مهم أيضا نستخدمه في كلامنا كثيرا، مثلا صلاة العصر، ما إعرابها؟ كلمة صلاة اسم أم فعل؟ اسم. ما إعرابها؟ مبتدأ. ما حكمها؟ الرفع. صلاة. شوف، الصلاة شيء مختلف تماما عن العصر. الصلاة شيء والعصر شيء، لكن لما جمعت الكلمتين صلاة العصر، الكلمتان معا عبرتا عن شيء واحد، صلاة العصر، صار لهذا التركيب معنى خاص. فماذا أعربنا كلمة العصر هنا؟ قلنا إعرابها مضاف إليه، بمعنى هذه الكلمة مرتبطة بما قبلها، معناها مرتبط بما قبلها، لا يمكن أن تفكها. هي مضاف إليه. صلاة العصر، مصباح البيت. مصباح شيء والبيت شيء، لكن عندما أضفتهما صار معنى مركبا من كلمتين. أنت سميت شيئا بكلمتين. فالآن لو قلت لك صلاة العصر، طيب ما بالها؟ أخبرني عنها. أقول لك واجبة. ما إعراب واجبة؟ كلمة واجبة اسم ولا فعل؟ اسم، لأنني أستطيع أن أقول واجبة. فصلاة العصر واجبة، ما إعرابها؟ صلاة مبتدأ، العصر مضاف إليه، واجبة خبر. كلام النبي وحي، كلام شيء والنبي شيء، كلام النبي شيء واحد. لما أضيفت الكلمتان لبعضهما صارتا شيئا واحدا، كلام النبي. فكلام مبتدأ، كلمة النبي مضاف إليه، وحي خبر. وأحيانا الخبر هو الذي يضاف إليه، يعني محمد رسول الله. محمد مبتدأ، رسول خبر. كلمة الله جاءت مضاف إليه. طيب المضاف إليه ما حكمه الإعرابي؟ الجر. بيت الله، صلاة العصر، مصباح البيت، قائد الجيش، مدير المدرسة، كتاب الله، بيت أبي، لسان العرب، قلب المدينة. دائما المضاف إليه مجرور. وأحيانا يكون الاسم مجرورا إذا جاء قبله حرف جر. حروف الجر من، إلى، عن، على، في، لام، باء، هذه إذا جاءت قبل الاسم يصبح مجرورا. الماء من زمزم، إلى المسجد نمشي، عن الدين أدافع، على الله توكلت، في الموت عبرة، لله أسجد، بالإخلاص ننجو. فجاء حرف الجر فجر الكلمة التي بعدها. بالنسبة للجملة الفعلية ففيها 3 عناصر رئيسية: فعل وفاعل ومفعول به. الفاعل حكمه الرفع، والمفعول به حكمه النصب. الفعل له حالات سنتكلم عنها إن شاء الله. أكل الحوت الطفل، من الذي أكل من؟ كيف نعرف ذلك؟ انظر إلى التشكيل، انظر من المرفوع. المرفوع هو الطفل عليه ضمة، إذن هو الذي أكل الحوت، والمنصوب هو الحوت عليه فتحة، إذن الذي أكل هو الطفل والذي أكل هو الحوت. طيب أكل الحوت الطفل، الفاعل هنا من؟ الحوت، لأنه هو الذي عليه الضمة، والطفل هو الذي عليه الفتحة، إذن هو الذي صار طعاما. فالآن نعود لمثالنا الذي ذكرناه في الأول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخشى؟ من الذي فعل فعل الخشية؟ ما هو الاسم المرفوع؟ العلماء عليه ضمة، إذن هم الذين فعلوا الخشية. لمن فعلوا الخشية؟ من الذي خشي؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن فعل الخشية توجه إلى الله سبحانه وتعالى، والعلماء هم الذين فعلوا الخشية. طبعا هنا هذه أخذناها ترى، من عباده ما إعرابها؟ جار ومجرور. من جار، وعباده مجرور، جار ومجرور. طيب الآن سنختبر فهمنا. إذا أنت ركزت معي فيما سبق ستجيب إجابة صحيحة، ولكن كثير من الناس لن يجيب إجابة صحيحة. محمد قرأ، قرأ فعل ماض. محمد ما إعرابها؟ إذا قلت فاعل فقد أخطأت، لأن هذه الجملة ما أول كلمة فيها؟ محمد. محمد اسم ولا فعل؟ يمكن أن أضيف له التنوين فأقول محمد، إذن هو اسم. طيب ما إعراب الاسم إذا كان في أول الجملة؟ إعرابه مبتدأ، فلا نعربه فاعل، فمحمد مبتدأ، قرأ فعل ماض. هذه يجب أن تنتبه إليها ولا تخطئ فيها.
طيب لماذا قلنا قرأ فعل ولم نقل خبر؟ لأن الخبر لا بد من أن يكون اسما. قرأ هل هي اسم؟ لا. هل يمكن أن نقول قرأ؟ لا. هل يمكن أن نقول في قرأ أو إلى قرأ؟ لا يمكن. إذن هي ليست اسما ولا تعرب خبرا.